بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تفرقع. طب ممكن ده يعمل حاجة؟ هيفرقع. كتر ألف خير. هيفرقع. هيفرقع بجد؟ ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. لو كنت اول مره بتشوفيني، انا بس دي قناتي وبتمنى تاخدي جوله فيها وباذن الله تعجبك. بس ما تنسيني بلايك وشير وسبسكرايب، كومنت حلو منك ودعوه حلوه ليا، وما ننساش نصلي مع بعض قبل ما نبدا فيديو النهارده على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، كل سنه وانتم طيبين. ابتديت يومي معاكم من بعد العصر. هبدا ان انا اجهز العرقسوس بتاعي لحد السحور ويكون اختمر معايا وبقى زي الفل بطريقه سهله خالص. بصوا انا عامله ايه. انا حاطه الشفشق بتاعي في ميه، وهنا جبت قماشه عندي، القماشه دي مخصصاها للعرقسوس. 4 معالق حلوين كده كبار من العرقسوس نزلتهم في القماشه، وحطيت عليهم الذره البسيطه من الكربونات ديت علشان ما تعملش حصوات ومشاكل في الكلى. بصوا بغطسها كده اهوت وبقفلها وبحطها في التلاجة لحد السحور، هتكون اختمرت معايا، واخر الفيديو هتشوفوها عامله ازاي. مفيهاش اي افتكاسه يعني. بس كده حضرناه، يلا بينا واحنا بنحضر الغدا بتاعنا. دي ليله السحور، كل التجهيزات دي كانت ليله السحور. ما جبتش بقى ايه مشروبات رمضان، لان انا عندي من السنه اللي فاتت لقيت عندي في درج التلاجة اللي اللي بيتفضى مش بيزعق، يعني مش بيزعلني، بشيله بستخدمه بعد كده. نص كيلو من الخروب ونص كيلو برضو من الدوم. تمام كده اهوت. وجاينا قالت لي يا ماما انا عايزه اساعدك، قلت لها تعالي يا حبيبه قلبي حتى تساعديني تريحي ايدي شويه. الحله بتاعتي سخنت، نزلت بالخروب بتاعي وقلبي قلبي، اول ما غير لون ويطلع ريحته انزلي بالسكر. انا نزلت بكيس الا ربع من السكر وقلب قلب قلب. وانا بصوا التفاصيل بقولها لكم، برغم ان انا نازله فيديو كامل مفصل على القناه، حتى الشورتس نازله برضو في فيديو مشروبات رمضان. قلبت في السكر جامد قوي، قلبي قلبي ما تسكتيش لحد لما يسيح ويكرمل معاكي بالشكل ده. انزلي بقى بالميه بتاعتك، جمد معاكي ما تخافيش وما تقلقيش، هيفك من اول غليان. بعد ما يغلى سيبيه ياخد غلوه غلوتين وطفي عليه، ده مركز. تمام كده. بصوا بنات، انا كنت سايبه الازايز بتاع البيبسي دي وغسلتها، هي نظيفه، شطفتها بس من مطرح البيبس. والخروب عمل لي ازازتين كده، دي شاربين منها اساسا. تمام. فضيت الحله وغسلتها، ده بعد ما بردوا. دلوقتي احنا هنعمل بنفس الطريقه برضو، هي الدوم، الاتنين زي بعض بالظبط. ماشي، فانا هبدا اعمل الدوم دلوقتي عشان ابقى خلصت المشروبات. عملت الدوم بنفس طريقة الخروب، مفيهاش اي افتكاسة. في طريقة تانية للدوم كنت برضو مصوراها معاكم قبل كده. بصي ارجعي الفيديوهات القديمة وانت هتلاقي التفاصيل مفصلة بالظبط. انا بسرع معاكم، ما نزلتش بفيديو لوحده رمضان دوت عشان مش كتر الفيديوهات. تمام. بصي بقى بعبي الكمية بتاعتي وهتجهز معايا، وعملوا نفس الاتنين ازازتين بالظبط. الازاز دي كانت عندي متخزنة ونضيفة. بصوا ده الخروب اللي عملته معاكم الاول، طبعا احنا شربنا منه. تمام. طلعوا معايا الازاز نفس الكميه بالظبط. ودوت الدوم. بصوا طلع معايا ايه. انا كنت بنجيب ازايز العصير ما كنتش برميها. في اللي كنت بطلعه وعرفت ان انا خلاص داخله على رمضان فشلت. بصوا بقى انا ما جبتش صوبيا لان انا نسيتها الصراحه، فعادي ممكن نجيبها في اي وقت. وبرده ما جبتش اسمه ايه، عناب، عشان برضو نسيته. تمام. لكن العرقسوس انا عملته معاكم في اول فيديو جوه في التلاجة، ده هنطلعه على السحور مع بعض. وكده عملنا الخروب والدوم، ودي مشروبات رمضان اللي انا عملتها معاكم النهارده في ليله رمضان. صلاة التراويح وجبت. بصوا الاسدال الجميل بتاع لوجي بقى، بتلف لكم وبتعمل لكم استعراض. الاسدال ده انا كنت جايباه لها علشان صلاة العيد الصراحه، وهي عندها اسدال تاني، واحنا متعودين مش بنصلي صلاه التراويح بره، بابا معودنا في البيت، والمصليه الكبيره انتوا عارفين. السنه دي اختلف علينا الامر، ان بابا قال لا لازم نصلي في الجامع، لان زياد بيكبر ربنا يحميه ولازم يتعود على الجامع، مش في الجامع صلاه الجمعه فقط لا غير. بصوا لوجينا بتوريكم التفاصيل بتاعته. في فيونكه هنا في الايد بتاعته كده في المعصم، وهو الخمار ده منفصل يعني بيتشال وبيتحط، وهو عباره عن عبايه او دريس كده، يعني ايه، فستان بس شيك جدا. بصوا المنظر عامل ازاي، بجد جامد جدا وجميل جدا وخامته تحفه. فلما لبست الاسدال بتاعها لقيته صغير، قلت لها لا تعالي نصيبك البسيه بقى. بصوا الدنيا ضلمه، شغلت لكم الفلاش. رايحين نصلي صلاه التراويح، كل سنه وانتم طيبين. اول يوم لصلاه التراويح النهارده. رايحه انا وليان ولوجين. زياد راح مع بابا الجامع التاني. انا هنا بقى هقابل مامتي
الجامع. بصوا الجامع فين؟ عند اللمبة المنورة دي. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. جينا من صلاة التراويح وقلنا بسم الله ونبدأ نجهز حاجات السحور. اول حاجة ابتديتها كده هوت ان انا اسمي الله، وعندي عجوة او عندي بلح رطب عايزة اعمله عجوة، فنضفت الناء بتاعه كله بالشكل دوت وهسلقه اديله سلقة. وساعة الاكل بس انتي بتحطيه في طاسة مع قطعة زبدة او سمنة وخلاص على كده تمام. فانا خدت الكمية بتاعتي كلها انضفها وهسلقها وهشيلها في اكياس وجبات يعني في اخر اليوم. واللي انا هاخده النهارده قيمه معلقتين على قد الوجبه دي. واتبقى منها على فكره، ويعني سحور النهارده كمان بتاع تاني يوم انا بسجل لكم بالليل اهوت. هنكمل بنفس اللي انا الحبه اللي انا اخدتهم. يعني الكميه حلوه جدا وبتطول معاك وبس كده. بصوا بما اننا سهرانين استنوا، طفيت الشفاط عشان بيعمل صوت جامد. عايزه اوريكم هديه عيد الام بتاعتي عشان انا كنت فعلا نسيتها. بصوا بقى، تالت سنة يتقال لي هجيب لك هاند بلندر لان انا محتاجاه جدا. انا مش عايزة الهاند بلندر اللي معاه حاجات، لا انا عايزة الهاند بلندر بس فقط لا غير. لما باجي اعمل شوربة عدس بعملها في الخلاط، اضرب في الخلاط وارجع اوديه تاني شغلانة شغلانة. انا كان نفسي في هاند بلندر ومش مهم الماركة على فكرة. عربي دول الماركة بتاعت الكبة بتاعتي العربي، لسه قاريها دلوقتي. احنا شفنا المونوفيكس تقريبا، مش عارفه الماركه ايه. المهم يعني انا بالنسبه لي ما بتفرقش معايا الماركه، ما بتفرقش معايا الشيء، المهم حاجه تعيش معايا ونظيفه وانا بحافظ كويس على الحاجه وبحب حاجتي يعني. بصوا مفيش حاجه تاني من جوه، هو عباره عن الشفشق، لو مثلا طماطم مثلا ولا حاجه المكيال بتاعه. ده كل ده المكيال على حسب اللي انا ايه هو. طيب مثلا طماطمتين 3 هنا في السريع. ادي السكينه بتاعته اهي جوه. وادي المفروض وهو بيطلع لنا اكتر الطلب بيبقى على اللون الاسود، فانا مش فارقه معايا خالص. قلت لا لا ما بتفرقش معايا الشكليات دي انا، اللي هو زي اللي في الكرتونه نفسه الرسمه الاساسيه، عشان هو ليه تكه معينه كده. دخلت. بصوا استنوا اجربه معاكم. حطه في الفيشه دي السرعات. بصوا ودي العاليه التيال اهي. ده هديه عيد الام بتاعتي. ليلي زيزو شوف اختك جابت حاجه من الكيسه بقها. لا البتاع بتاعت المشيه ليان يا جماعه مزولانا مزوله وحشه قوي، مزوله وحشه قوي. وصلنا للباسكت وقشر البصل لسه مطلعاه من بقها دلوقتي بتاع التربو. يعني بصوا انا خلاص ليان ديت هتخليني امشي اقول انا حسحس وحسحس انا. احنا كده بس كده جت معايا صلاه التراويح. انا بصور لكم ده كده بقى في السهره تمام. يعني انا ما بنامش علشان ما لو نمت هقوم مدروخه، فاهمين قصدي؟ فانا ما بنامش احسن، يعني بفضل سهران. انا رجعت لبست البلورات ده تاني عشان ايه اكمل معاكم التصوير بقى، وتصوير البتاع ده السحور، تحضير السحور والكلام ده كده كله. بس دي هديه ايه يا روح، دي هديه عيد الام بتاعتي. بس يا لوجي بس يا لوجي حبيبي عايزه ايه؟ بصوا دي مجرمه. بس خليكي معايا وهنكمل مع بعضينا نشوف هنعمل ايه. اوعي تنسيني تكتبي لي كل سنه وانت طيبه ماشي. شفنا لولي بتعمل ايه وشفنا هديه عيد الام بتاعتي. واكتبوا لي برضو في الكومنتات جالكم ايه السنه دي. في السهرايه الحلوه بتاعتي بقى عايزه اعمل حاجات حلوه كده اهوت علشان الفطار بتاعنا بكره ان شاء الله.
بصوا بقى، الحلو ان كل واحده فينا هتعمل حاجه حلوه، الحلو بيعمل حلو. فانا قلت اعمل ايه الصراحه، كنت هجيب ملفي وبعدين ما لقيتهوش، ما تفهموش بقى في ايه، عشان اكتريه رمضان بالكنافه والقطايف والجلاش والكلام ده كده كله، مش عارفه صراحه، بس انا ما لقيتهوش. فقلت خلاص انا هعمل كيكه بالشوكولاته علشان معظم الموجودين بيحبوها، اللي هي جاتو شاتو. طريقته سهله جدا، وبرده كنت منزلاه لكم قبل كده على القناه، بس برضو عشان لاول مره هقولها لكم. هنا حطيت ايه اول حاجه في الشفشق، حطيت كوبايه من اللبن، كوبايه من الزيت، كوبايه سكر، ونزلت بمعلقتين كبار من الكاكاو الخام. طبعا انتوا كنتوا شايفينه مفتوح ازاي واقع، ما كانش عندي وبابا جابه فطلع كده مفتوح من جوه. اديت له ضربه حلوه قوي. وده مركز تقيل، فنزلت بالكوبايه اللي حاططها على جنب، اخدها بعد كده واشيلها في التلاجة. بقيت الخليط عملت ايه، نزلت عليه ببيضتين وكيس فانيليا فقط لا غير، وكملت فيهم ضرب في الخلاط. بس كده ومفيش اي افتكاسه. نزلت في البوله بتاعتي ومحضره كوبايه من الدقيق، هنزل عليها. بصوا انا خدت الكوبايه حاطه في التلاجة عشان تتماسك اكتر. هنزل عليها بكيس من البيكنج باودر، وهكمل الكوبايه بتاعتي دقيق، وانا بقلب عشان البيكنج باودر يختلط مع الدقيق جوه. هي كوبايه دقيق واحده فقط لا غير. وهنزلها على الخليط بتاعي، وبالمضرب اليدوي. لو عندك المضرب الكهربي عادي جدا، انا عندي بس مش مستاهله، العجينه دي بتبقى طريه ميه، مش لازم تبقى تقيله، لو تقلت معاكي زودي لبن. تمام، لازم بصوا تبقى عامله ازاي، ميه معاكي كده اهو. ربي 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 ربي، انا ايدي وجعتني، كملت بايدي التانية لحد اما تحسي ان مفيش دقيق متكتل، خلاص كله اتخلط في بعضه. بس كده. عندي الصينيه بتاعتي معفراها بنقطه زيت كده اهوت في الصينيه كلها وشويه دقيق، وبس كده. وابدا ان انا انزل. طبعا لو الفرن بتاعك ان هو يسخن قبلها مفيش مشكله، انا الفرن بتاعي مش بسخنه قبل الكيكه، انا بشغله مع الكيكه على طول. بايظين. ولا يكون بقول لهم الجنب التاني ولا الجودة ولا التبريد من الآخر. اوعي وشك يا رجال. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا كده ولا كده. هو كده فرقه. مش عارف. البوم اللي عملها في ايدك دي كده فرقه. يا على القرف. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تفرقع. طب ممكن ده يعمل حاجه؟ هيفرقع. كتر الف خير. هيفرقع. هيفرقع بجد. شفتوا البومب اللي جاي لنا بايظ، هو واحد بس اللي فرقع بعد اعجوبه. المهم فرحنا شويه وفرحنا الولاد. بصوا بقى، انا عملت معاكم طريقه صينيه كيكه واحده، لكن انا كنت عامله صينيتين علشان احنا اللهم بارك اللهم بارك يا رب، كذا اسره، فالعيله كبيره تمام، ونفرنا كتير. المهم بصوا بقى، بعد ما طلعت من الفرن انا كنت سايباها جوه الفرن وسايبه الباب مفتوح بتاع البوتاجاز تمام، فيمكن اقدر ان انا احط صوابعي عليها شويه. نزلت بقى عليها بالصوص اللي انا كنت شايلاه من كل خليط عملته، شلت كوبايه من الصوص تمام. مرضتش احط الخليط كله اللي في الكوبايه دي في الصينيه الاولانيه، خفت لان الكوبايه الصينيه الكبيره الخليط بتاعها ما يكفيهاش، ولكن طلع في الاخر بالزياده يعني، وهحطه على صينيتين. هو طالع تقيل وجميل جدا، طريقته سهله ومكوناته بسيطه جدا ومش مكلفه. بس كده. بصوا بقى انا بعمله ازاي. المهم بقولك لو وصلت لحد هنا في الفيديو بقولك شكرا، وما تنسيني بلايك وكومنت، كومنتاتكم بتشجعني، والادعيه بتاعتكم حلوه حلوه وبتشجعني، وكل حد بيكتب لي دعوه حلوه بقول له ولك المثل. هنا بقى بدات ان انا اقطعها، بصوا بعيد عليها تاني، هي لسه سخنه بس مش قوي يعني، تقطيعه الجاتو عارفينها. بصوا بقى انا عندي ايه، كنت جايبه وانا بجيب طلباتي اللي هو الكراز، وهقطع الواحده بالنص
وهحط على كل خرطة نص كرازة. بص طعمه تحفة وشكله تحفة، وبصوا الحمد لله الحمد لله، كل واحدة فينا كل بنوتة فينا عملت حاجة حلوة، واليوم كان زي العسل الحمد لله. ربنا يديمها نعمة علينا وعلى اولادنا وعلى في حياتنا يا رب، وما يحرمناش من اهالينا ولا يحرمكم من غالي ابدا، إيه، ويبارك في اعماركم كلكم يا رب. بس كده خلصت الصينيتين بتاعتي اهما. هجيب بقى الكروز بتاعي اللي هو المجفف. بصوا لو عندك شوكولاته فرماسيه حطي بقى، انا كانت الاول بيبقى عندي شوكولاته فرماسيه بحط، انا طبعا مش عندي دلوقتي، الجيش بيقولك اتصرف باللي عندك. والبساطه فيها يعني الحلاوه في البساطه تمام. ولما بيكون عندي مثلا بسكوت الصوابع دوت المجرش برضو بحطه، بيبقى حلو برضو. بس كده، فانا هعمل الصينيتين بتوعي كلهم وهركنهم على جنب يهدوا شويه، وبعدين هقفلهم. بصوا بوريها لكم عامله ازاي بورق الفويل، بورق الاسترتش مش مركزه. بس ركنت بقى كده اهوت، وصلنا قيام الليل وسهرنا وظبطنا امورنا. هنا بقى جينا نعمل ايه؟ اول سحور في رمضان. حطيت البيض المسلوق بتاعي، وكمان هعمل بيض يعني اومليت للي عايز. هنا بصوا العجوه ما بتاخدش حاجات كتيره، هي يا دوبك قطعه زبده او قطعتين، وبتسيح وانتي بتقلبي، وسبتها شويه على النار برضو وبعدين شلتها. طبعا البيضه على الناحيه التانية. هنا هعمل الفول بتاعي، هاخد نص الكيس، انا مش هاخد الكيس كله. وجبه السحور مش اكيله قوي كلنا فيها، وفي نفس الوقت انت عارفه مين بياكل ايه، مفيش حد بياكل فول غيري انا اساسا، بس الحته دي كانت ناشفه شويه. بسيبه على النار، موطيه عليه النار لحد لما يهدى شويه، بيفك بقى الغيره بتاعه ده. حطيتش حاجه خالص غير شويه ملح وفلفل اسمر وبس كده، وهنزل عليه بشويه الزيت، ولما يتظبط معايا هحط حته زبده كده اهوت، بس على كده ويبقى الفول بتاعي جاهز. بطلع حاجتي من التلاجة. ودي اول سحور رمضان يا بنات. غرفت طبعا الانسه ليلي على ايدي مش سايباني، واتسحرت معانا، وحطيت كمان الجبنات بقى يعني كل بصي اللي انت عايزه طلعيه طلعيه. انا حطيت لانشون، جبنه تركي، عجوه، فول، جبنه بيضه، زيتون كده يعني، وسلقه بيض. وكمان عملت بيضتين كده اهوت عاملاهم اومليت عشان بابا مش بياكل البيض المسلوق. وده تحضير السحور بتاعي. طبعا الانسه كانت بدات تزن بقى وتدروخ، يعني هتاكل لقمتين معانا كده بصوت بطعمها يعني. بصوا هنا ايدي اتجزعت، عندي مشكله في الاعصاب مش عارفه ليه، ايدي دايما تعبان. انا هقفل معاكم الفيديو واحنا رايحين نفطر بقى تاني يوم ساعة بس مش ساعة الفطار، احنا مشينا الصبح يعني، صحينا من النوم ومشينا على طول وحاجتي كانت جاهزة. وده اول سحور رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وتعالوا بقى اوريكم العرقسوس لو تكونوا نسيتوه. بصوا بقى هنا بحضر المشروبات بعد ما بنتصحى. تعالوا اوريكم بقى العرقسوس بقى مركز ازاي، وطعمه مسكر تحفة جدا. الشفشف ده اتبقى نصه هنسحر بيه النهارده كمان. يا جماعة الرقصوص اغسلي اسنانك وظبطي امورك، بيعمل احتباس مية في الجسم فما بتعطشيش. هنا كنا تاني يوم الصبح بقى. بصوا ادي الصينيتين جاهزين كده من امبارح، حطاهم هنا، وهاخد الكيسة تانية فيها شوية حاجات برضو، وهنتوكل على الله، احنا مش ماشيين بعيد في نفس المنطقة. يلا انزلي. بتشتي بتشتي، وانا بلم الستاير الصبح كانت بتشتي برضه، بتشتي. ده نهاية الفيديو هنا. اوعي تنسيني بلايك وشير وسبسكرايب، ولا اله الا الله محمد رسول الله.